السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة ان شاء الله في ابو قير. النهاردة ان شاء الله هنصور اكتر من شاطئ. كنا قبل كده منزلين فيديو عن شاطئ ابو قير الشرقي المميز. النهاردة ان شاء الله عندنا في كذا شاطئ برضو تاني، في نادي المحاربين ونادي وفندق، تمام، وفي برضو قوات المسلحة، وفي كذا شاطئ كده قدام من اهوت. هنخش دلوقتي مع بعض وهنتفرج على المية عاملة ازاي واخبار الشواطئ ايه ونظافة الحمامات والحاجات دي كلها ان شاء الله هنسأل عليها. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو، ونبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمكان دوت اللي احنا فيه دلوقتي، هو ده الموقف بتاع ابو قير. اي مشروع جاي من محطة مصر او منشية او اي مكان زي ما انتم شايفين كده، اتوبيسات ومشاريع وكل حاجة بتيجي تقف هنا، تمام. احنا بقى لو عايزين نخش الشاطئ فبناخد اي توك توك او اي مواصلة بتدخلنا لاي شاطئ، والشاطئ بيكون في الشارع اللي في الوش، تمام. والمفروض عند الجامع ده في نادي وفندق القوات المسلحة. ده كده 6 اكتوبر. طيب احنا دلوقتي بقى هندخل كده المكان ده علشان ده فيه شواطئ اكتر، وهنصور مع بعض ان شاء الله كذا حاجه. الشقق انا بقول لكم كتير، بس بتيجوا تسالوا الناس اللي موجودين هنا، بس اللي انا سمعته ان الشقق هنا في ابو قير ارخص من اماكن تانية كتير. كده بقى داخلين الشاطئ اهو. طبعا هنا في شواطئ كتير مش شاطئ واحد. احنا كنا قبل كده واخدين شاطئ اللي هو اللي في الوش على طول، اول ما بتخش هنا اهو بتلاقوا قدامكم الشاطئ اللي هو الشرقي المميز، تمام. في بقى شواطئ تاني يعني النهارده مش هصور ده لان انا صورته قبل كده. هي عامه بتكون الميه واحده، يعني هي الميه بتكون واحده، لكن بتختلف بقى في ايه؟ مثلا القعده عامله ازاي، نظافه الحمامات عامله ازاي، في اهتمام ولا لا، الميه مثلا بيحافظوا على نظافتها ولا لا، في تعليمات ان الميه تبقى نظيفه يا جماعه، ما حدش يوسخها، هيدفعوا غرامه ولا. المفروض بصراحه الكلام ده يتعمل. معظم شواطئ اسكندريه والله العظيم زي الفل، الواحد مصورها قبل المصيف ما يبتدي في بدايه الصيف، يعني كانت نظيفه. كلنا منزلين ومنزله حاجات كتير حلوه وانا وغيري في القنوات، والميه ما شاء الله نظيفه والله. مش عارفه والله، بس هنا عامه ابو قير الاسعار بتاعتها رخيصه، يعني زي نظام العجمي شويه كده. هي والعجمي تعتبر ارخص من اماكن كتير في البلد. من حيث الشقق اللي انتوا بتأجروها، انا سألت دلوقتي في ناس بتقولي انها سمعت انها ممكن تبتدي مثلا من 500 جنيه. لو حاجه على البحر بيقولوا ممكن تبقى 1000 جنيه، انا ما اعرفش بس هما بيقولوا يعني. طبعا هناك كده لسه في شغل ما خلصوش منه. البوابات دي كلها تبع شاطئ ابو قير الشرقي المميز. طبعا كل المساحه دي كده. في كمان كافيتيريا شاطئ ابو قير المميز، الدخول هنا بالمشروب لو حد عاوز يشرب حاجه في الكافيه هنا، غير بقى الشاطئ قدام. بصوا يا جماعه ده شاطئ اسمه شاطئ الحلوين. ده اسمه الحلوين. ده سعر دخول الشاطئ هنا عامل 15 جنيه طبعا شامل خدمات. في كذا شاطئ بقى، في كمان شاطئ دهب كتير، دهب والحلوين وفي الصغير. يا جماعه انا دلوقتي لسه داخله شاطئ حلو جدا اسمه شاطئ الصغير. ليه بقول حلو جدا؟ انت عرفك انه حلو؟ نزلتي الميه؟ لا ما نزلتش. الكلام اللي بيتقال لي كويس، بمعنى ان الشاطئ هنا لما حد بيجي هو مانع خالص حته المرضيه دي. لو مثلا 4 افراد داخلين بكام؟ ب 100 جنيه. ب 100 جنيه شامل كل حاجه، شامل خدماتها، حمام ودش وغيار. ما يحسبوش الاطفال الصغيرين. معلش كلمه المرضيه اللي انت قلتها دي قولها لي تاني عشان كتير جدا بيشتكوا. احنا ما بناخدوش مرضيه من الزبون. الزبون هو يطلع مرضيه ذوقيه منه بتاعته هو، احنا ما بنطلبوش ومحدش بيقف على الترابيزه بيستنى والكلام ده. الزبون بيقعد بناخده بعدين بنمشي. بنخدمه عليه، بنعدلوا له شماسي مع الشمس بتتحرك، بنفضلوا نعدلوا له في شماسي، خدماتنا ببلاش، حمام دش غيار. ما بنحسبوش الاطفال الصغيرين. يعني الاطفال الصغيره بتخش مجانا؟ مجانا. والتذكره ب 25 جنيه بس. بالظبط. تمام. ممكن نشوف الميه بقى؟ اتفضلي الشط قدامنا. يا جماعه الميه هنا والشواطئ كلها جنب بعضها، بينهم فواصل صغيره جدا بين كل شاطئ والتاني فواصل. بس انا مش عايزه اجيب الناس علشان يعني تكون قاعده براحتها وكده. ممكن اوريكم هناك كده. بصوا في الخوص ده كده فواصل بقى بين كل شاطئ والتاني، يعني ممكن تلاقي الشاطئ بين ده وده مركبه. فاهمين ازاي انتوا؟
مليان شواطئ هي، ولكن طبعا بتختلف من حته للتانيه. يعني مثلا ده شاطئ اللي فيه اللي هو الناس راميين ورق شيبسي زي ما انتم شايفين كده، برضو شايفين الحتت اللي هناك دي، ده المفروض سعره عامل 15 جنيه شامل كل حاجه. تمام. هنا مثلا بصوا الميه هنا عامله 25 جنيه. انا بقوله لما انتوا كلكم شاطئ واحد يعني ليه السعر بيختلف؟ قال لي انا بحافظ على نظافه المكان اللي عندي، الناس قاعده مفيش شباب خالص بتدخل، بيخلي الناس ما ترميش زباله في الشاطئ، يعني بيفهمهم ويوعيهم. طب بالنسبه لنظافه الحمامات، الناس تملي تقعد تكلمني عليها في التعليقات. انا بصيت هنا على الحمامات، انا مش هقول لكم ان هي تنظيفها ان هي توضيبها واو، لا هي عادي جدا جدا جدا، التوضيب بتاعها عادي كنظافه. دلوقتي ممكن تكون نظيفه، كمان شويه ممكن ما تكونش نظيفه، فدي حاجه مش معروفه يعني. ممكن بقى يعني الواحد ينبه على اصحاب الشاطئ وهم جايين داخلين كده من فضلك للحمامات وكده، لو في حد عامل نظافه خليه ينظفها لنا لو سمحت. مع ان هم انا لما باجي اخش اي شاطئ بيقول لي كل يوم بتتنضف الصبح، وفي ناس طبعا قاعده على الباب بتاع الحمام للنظافه وحاجات زي كده، بيكون في متابعات يعني كده. بقى نخش على الشاطئ اللي وراه. دلوقتي يا جماعه احنا كده داخلين الشاطئ اهو، شاطئ المحاربين القدامى، فندق ونادي القوات المسلحه. استاذ صدام ازي حضرتك عامل ايه؟ عايزين نعرفوا بقى ايه الدنيا عندكم هنا واسعار الدخول والكلام ده، ايه الدنيا؟ احنا شاطئ المحاربين، الشاطئ للعائلات فقط، ممنوع شباب. التيكت بتاعنا ب 50 جنيه، بيبدا من 8 صباحا بينتهي 7 مساء. لو حابين نكمل الفتره بقيه اليوم ممكن نكمل عادي من غير ما ندفع تيكت تاني. لو حبينا نخرج من بعد يعني من بعد 7 وحابين نرجع تاني هندفع تيكت 30 جنيه. التيكت ابو 30 جنيه ده بيقعد مع حضرتك من الساعه 7 مساء ل 6 صباحا. ده من السبت للخميس. يوم الجمعه عاملين كده باكج كده، التيكت 100 جنيه، بيبدا مع حضرتك من 6 صباحا لتاني يوم 6 صباحا. التيكت ده نقدر نروح نيجي في اي وقت، نحضر بيه حفله العصر، حفله الساعه 7، حفله الساعه 10، حفله الساعه 1 بالليل. ايه اللي موجود في الحفله بقى؟ مغنيين، وفي فقره بنعملها العصر ممكن نجيب حاجات للاطفال، مسابقات للاطفال، وممكن نجيب فرق. فرقه هي بالليل بند، بالليل كله فرق يا مغنيين. طب سعر دخول الاطفال بقى عايزين نعرف. الاطفال بنبدا في الايام العاديه من السبت الخميس، هو من سن 6 سنين بناخد تيكت لو ب 50 جنيه، ويوم الجمعه التيكت بيبقى من اول 8 سنين. طب اللي معاه اخوه؟ اخوه ازاي يعني في اخوات؟ ما انا معايا دلوقتي 3 4 عيال مثلا. لا هو بنتعامل بالفرد، البيتش بيتعامل بالفرد. لا انا بتكلم على الاطفال. الاطفال بنبدا من اول 6 سنين. مفيش مفيش لا استثناء من تحت السن اللي هو العمر اللي احنا قلنا عنه، اللي هو 6 سنين. من تحت ال6 سنين ومن تحت ال8 سنين في العطله الرسميه يوم الجمعه. يعني قول من 8 سنين. هو من 8 سنين. احنا ساعات يعني بتيجي اسر بنخلي طفلين في طفل كده يعني. لما تكون عدد الاسره كبيره، ما احنا ده اللي انا بتكلم فيه. لما تكون الاسره كبيره فبنعمل كده يعني. وساعات بنستثنى اطفال كتير مثلا كده. وفي اطفال بتبقى معديه 6 سنين بس هي بتبقى جسمها زنطوط فبنستثناها بنعديها يعني. ايوه احنا بنتكلم اللي هو يعني اللي هو هيستحق الخدمه مثلا بتاعت البيتش. طب بالنسبه بقى للحفله نفسها، اللي داخل للحفله تمام يبقى داخل بمشروبه بيدفع 30 جنيه برضو. 30 جنيه. واحنا هنا المشروب اختياري مش اجباري، يعني حضرتك ممكن تجيبي حاجتك من بره كاكل كشرب براحتك. هنا يعني البيتش احنا كنا الاول بنعمل بالمشروب، فكانت فكره المشروب دي شويه كانت مضره لينا، ان كان بيخش لنا مثلا بال15 فرد هم 3 بيشربوا وال12 يقول لك احنا مش عايزين نشرب، فده بالنسبه لي كان ضرر في البيتش. فاحنا عملنا تيكت فخلينا بقى المشاريب دي اختياري، اللي عاوز حاجه يشربها يعني يا جماعه يدفع 30 جنيه بس، وانتوا بقى هاتوا اللي انتوا عايزينه من بره. بلس ان احنا بنعمل باند مغنيين، نجيب لك مغنيين بالليل بتبقى بتستجمي بالمكان، وفي نزول ميه بالليل يعني ممكن تنزلوا الميه تستمتعوا بالحفله. منورين كل ده 30 جنيه. انتوا حرين بقى. عاملين اضاءه على البيتش كويسه، حاطين 3 انقاذ، فالحمد لله. واسعار المشروبات من 15 جنيه لحد 45 جنيه. 45 جنيه ده اعلى حاجه العصير يعني. القهوه عندنا ب 20 جنيه، ده لو قاعدين في اي كافيتيريا بره اللي هو ب 30 جنيه و40 جنيه. فانت تخيلي بقى قاعده على بيتش خصوصيه عائلات، هوا بحر، قهوه ب 20 جنيه. ايوه بس بالنسبه بقى للبسين، اسعار البسين ايه؟ البسين عندنا عباره عن 3 فترات. الفتره الاولى بتبدا من 9 ل 2، وفي فتره بتبدا من 3 ل 7، والفتره دي ب 60 جنيه. الفترتين دول ب 60 جنيه. اي فتره من الاثنين ب 60 جنيه، كان الفتره اللي هي من 9 ل 2 او الفتره اللي هي من 3 ل 7. في فتره بتبدا من 8 ل 11، دي سيدات واطفال، دي ب 40 جنيه الفرد.
واي حد هيقعد على البسين مش هيستخدم البول فهو يدفع تيكت 20 جنيه رسوم قعده. ولو حبينا نقعد على البسين في قعده عاملين برجولات جميله، قعده مختلفه غير كل سنه. الاطفال برضو نفس الموضوع. الاطفال بيبدا العمر من اول 3 سنين، من اول 3 سنين لحد عمر كبير، ان هو مدعم، هو طالع تدريجيا من اول 40 سم لحد متر و70 سم. هي للسيدات والاطفال بس. يعني متاح اي حد مثلا متاح في اسر يا فترتين. جماعه عائلات ينزلوا في اي توقيت عادي. لو في سيدات فقط مفيش معاهم اي رجاله خالص بينزلوا بالليل. بالظبط كده. تمام. ان شاء الله تكونوا مبسوطين معانا يعني بالبيتش ان شاء الله، ونكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم.